يا صباح السعادة عليكم يا حبايب قلبي. فيديو النهاردة بقى توفير التوفير. والله زي ما بقولك كده فيديو اقتصادي من الفرخة الحلوة اللي انتوا شايفينها ده اهي. هطلع لك بدل الوجبة 5 وجبات. محتاجة منك بقى تتابعين لاخر الفيديو، هتطلعي من الفيديو بافكار هايلة يا بنات. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، بس زي كل فيديو لو اول مرة تشوفينه وعجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك وشير وتمني لي من قلبك الخير. كومنت حلو كده منك تقولي لي بتتابعيني منين، ويا ترى الوصفات اللي بنقدمها لك تستاهل منك لايك او ديسلايك. ولو عملتي لايك هتقدريني، ولو عملتي ديسلايك ما فيش مشكلة، مش هزعل منك، هيرفع لي القناة. واول حاجة بقى زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، انا جبت فرخة اللهم بارك ب200 جنيه. هناكلها في وجبة واحدة؟ طبعا لا. كنت بقى اقسمها لك واعرفك ازاي التقطيع، وهنا بقى لا بسرع الفيديو ولا اي حاجه خالص عشان تستفادي جدا من المعلومات اللي هقولك عليها. وزي ما حضراتكم بقى شايفين الكبد والقوانص كانت محطوطه جوه في قلب الفرخه. طبعا عارفين ان الاسعار كلها بقى مبالغ فيها، سواء لحمه او خضار او اي حاجه. فانا جبت بألف هنا وشفا الفرخه دي ما شاء الله اللهم بارك ب200 جنيه، فطبعا كانت ما شاء الله هتبقى كبيره عليا وعلى عيلتي. بدأت طبعا أأكد على نظافتها، وزي ما انتم شايفين الجزء الأخير ده بيبقى منبع الزفارة، فبدأت إن أنا أشيله زي ما حضراتكم شايفين. جزء هنا احنا هنا في بلدنا بنسميه القليطة، سوري يعني في الكلمة، عايزاكي بقى تقوليلي انت بتقولي عليه ايه في بلدك. ببدأ أجيب بقى الجزء اللي هو جزء الفرخة السفلي اللي هو الأوراق، وببدأ إن أنا أقسمها بالشكل اللي حضرتك شايفاه. طبعا بأكد لو في شعر أو في أي حاجة تقدر إن انت تتخلصي منها وانت واقفة. ببدأ بقى أقطع الورك على 2 بالشكل اللي حضرتك شايفاه. ودي بقى هتبقى أول وجبة أو أول جزء هنقدمه معاكم النهاردة من الفرخ. يبقى الأربع أوراق دول هعملهم كده في صينية خضار، صينية بطاطس كده في الفرن. بصي هتبقى بجد هايلة. يعني لو عيلتك مكونة من 4 أفراد هيبقى جزء لي، جزئين الكبار ليكي انت وزوجك، والجزئين الصغار اللي هي قصفة الورك للأولاد. احنا كده طلعنا مع بعض اول وجبة هنشيلها على جنب. طبعا هنا بقى عايزاكي تجمعي الاولاد، يعني وقت الغداء او وقت العشاء عايزاه يبقى وقت محدد. هو تجمعي كده وتغرفي كده في عدلية في صينية. شوفي انت بتقولي بقى انت بتغرفي في ايه، وتجمعيهم على الطبلية او على السفرة او حتى على الارضية. صدقيني والله البركة بتزيد، والعيال كده بيبقى فيه تجمع اسري بيحسسهم كده باللمة، وصدقيني والله الاكل بركته بتزيد. تاني حاجة بقى يا حبايب قلبي، ببدأ ان انا اشيل الاجنحة بالشكل اللي حضرتك شايفاه، وعايزاكي تكوني حريصة. انا هنا السكينة ما شاء الله كانت معايا حامية، فعايزاكي تكوني حريصة جدا وحذرة اثناء التقطيع. طبعا لو مش بتعرفي تقطعي هتدي للفرارجي هيقطعها لك وبينضف. انا هنا بقى بتخلص من الرقبة وبتخلص من الاجنحة بتاعت الفرخ. هقسم بقى الصدر بالمرة وهقولك ال3 وجبات او ال4 وجبات التانيين هيكونوا عبارة عن ايه. زي ما قلتلك انا شغاله عادي خالص، ما بسرعش الفيديو عشان خاطر تستفادي على قد ما تقدري. شايفين بقى اللهم بارك قسمت معاكم الصدرين. يبقى انا كده ما شاء الله عملت معاكم بقى ايه. اول حاجه هنعمل صينيه بطاطس او طبق خضار، ونسلق الفراخ اللي احنا عملناها في الاول اللي هي عباره عن الاوراق. طيب تاني حاجه بقى يا حبايب قلبي، معايا هنا صدرين اهم، والاجنحه والرقبه والرجلين والكبد والقوانص لسه ما استخدمناهاش. عارفين طبعا ان احنا جسمنا بيستفاد بحوالي كده قد علبة كبريت من البروتين، فيعني مش بالكترة ولا بالنقصان. احنا نخلي الاكل بتاعنا معتدل ومتوازن. يعني ما شاء الله لو انت اديتي الدبوس ده للطفل ما شاء الله حلو قوي عليه. ما شاء الله صفيحة ولا بقول عليها دي لو اديتها ليكي ولزوجك برضو ما شاء الله حلوة. يعني دي تعتبر وجبة في صينية بطاطس او جنب شوية رز بالخضار. صدقيني ده هتعمل صينية بطاطس هايلة، او هتعمل وجبة حلوة قوي. يبقى احنا كده دي اول وجبة معانا يا حبايب قلبي، اللي هي تعتبر تقريبا كده نص الفرخ. تاني وجبة بقى هتبقى عبارة عن صدر الفرخة اللي انت شايفاه ده اهو. زودي له قده بطاطس واعمليه بانيه جنب شوية كده من الكريسبي، كفر كده من البيض البيض والحليب وشويه كده من الدقيق والكريسبي. هتعملي شويه بانيه او ناجتس هايل. اعمليهم صينيه مكرونه بالبشاميل هتبقى تحفه. الصدر التاني برضو اعمليه كفته فراخ مع كوبايه برغل رغيف عيش مبلول في شويه
حليب برضو هتبقى هايله. صدور الفراخ زي ما انتوا عارفين بتتعمل شاورما، تتعمل بانيه، تتعمل مكرونه فرن، تتعمل مكرونه بشاميل، هتتعمل معاكي حاجات كتير قوي. يبقى احنا كده اللهم بارك عملنا ادي وجبه، اتنين، تلات وجبات هتشكليهم طبعا. الكبده والقنصه دي انا بجمع كده حوالي الكبد 5 فرخات او 6 فرخات بالقوانص بتاعتهم، بتبقى معايا من نص كيلو، كيلو الا ربع. برضو تقدري تعمليها بشاميل او تعمليها في سندوتشات، بتبقى بصراحه يا بنات هايله جدا. يبقى احنا كده عملنا مع بعض 4 اطباق هيعجبوكي جدا. طيب الطبق الخامس هيبقى عباره عن ايه؟ الحوايج بتاعه الفرخه اللي حضرتك شايفاها دي، اللي هي الرقبه والرجلين والاجنحه. دي بقى شويه ميه مغليه واسقطيهم عليهم بقى طماطمايه، بصلايه، ورق لوري وحبهان، جزرايه، طماطمايه، ترقعيلك حله شوربه هايله يا حبيبه قلبي انت وهي جنب حله رز. الولاد هياكلوا رز وشوربه، هتبقى بصراحه تحفه. الشوربه دي اعمليها بقى في ملوخيه، اعمليها جنب شويه رز بشعريه كده وشويه خضار. بصي هتبقى بصراحه وجبه هايله يا حبايب قلبي. مفيش طفل من الاطفال بيستغنى عن الرز والشوربه، صدقوني هتعجب اولادكم جدا. كده اللهم بارك نكون قسمنا الفرخه معانا على 5 وجبات، هتقسميهم بقى على مدار الاسبوع او على مدار الشهر. يعني لو جبت جنب الفرخه دي كيلو لحمه، كيلو سمك، هتقضي الشهر بتاعك كام. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تحبوا بعض.